مساء الفل على الناس الجميلة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الفراخ المشوية بطريقة سهلة ولذيذة جدا. بس ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. هنا انا معايا اربع قطع وراك غسلتهم بالمية والملح والخل والدقيق والطحينة، ومعايا ملح وفلفل وبهارات فراخ وزنجبيل وبابريكا وطماطم وتوم وبصلتين وليمونه. الليمونه دي هنستخدمها في الاخر خالص. اول حاجه انا هجيب المكونات بتاعتي واضربهم في الكبه، الملح والفلفل والبهارات الفراخ والزنجبيل والبابريكا. تمام، هنا ضربتهم في الكبه. هبتدي بعد كده بالسكينه اقطع الفراخ عشان ابتدي ادخل من جواها التتبيله. احلى حاجه ان انتي لازم تدخلي التتبيله من جوه الدبوس ومن الناحيه التانية ومن تحت الجلد، وان التتبيله ان الفراخ تشرب التتبيله بتاعتها، وان كمان ان انتي ممكن تحطيهم في التلاجة ساعتين. بس انا المره دي حطيتهم على الجريل على طول، ما حطيتهمش في التلاجة ولا حاجه. تمام، بتتبليها على الناحيه اليمين، بعد كده بتقلبيها تتبليها الناحيه التانية، وبعد كده بتجيبي نقطه زيت بالفرشه بتحطيها في الجريل بتاعك، بتسيبيها بعد كده الجريل يسخن بس دقيقتين، وبعد كده تروحي نازله بالفراخ بتاعتك. بتعمليه على نار هاديه. الجريل لو على نار عاليه مش هيستوي الاكل بشكل كامل. معايا هنا حطيت ليمون قبل ما ابتدي قبل ما ابتدي اعمل الفراخ. تمام، وهبتدي بعد كده اروح قافله الجريل عشان يستوي. يعني هي حلوة جدا وطعمها في منتهى الجمال وسهلة ومفيش حاجة. سبتها نص ساعة. تمام، وبعد ما طلعتها شكلها حلو وطعمها في منتهى الجمال. حلوة جدا. ممكن تعملي جنبها خضار ورز، او ممكن تعملي معاها عيش وطحينة. تتبيلة حلوة قوي قوي، وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تجربوا الوصفة دي، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك، وبألف هنا.